مساء الخير، مساء العافية على عيونكم حبايب. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب كلكم بخير بصحة وعافية. اليوم أقول لكم مساء الخير لأن اليوم قاعدة أسوي عشاء، مو غدا، عشاء. اليوم حبيت أشارككم طريقة عمل كباب الدجاج. هنا عندي صدر دجاج، كرفس، بصل، طماطة، ولية مال خروف، ورشة فلفل أسود، ورشة ملح. هذا كل اللي أحتاجه بكباب الدجاج. أنا هاي الطريقة أعتمدها وكلش أحبها لأن صراحة تطلع كلش طيبة، وأثرمها وأحطها بالفرن. ما أحط أي إضافات. أكو ناس تحطها وملاحظة برشة مال الليمون، يعني شوفوا الليمون شلون أنا بارشتها، فقط هذا الأصفر ينطي طعم ونكهة كلش طيبة. وهنا راح أبدي أثرمها وأحطها بالصينية وأشويها، وأشوفكم طريقتها النهائية. بنات اعتمدوها كلش طيبة. أي إضافات بهارات لا تخلون، فقط فلفل أسود وملح وبرش ليمون، كلش يطلع عندكم طيب. أكو ناس تحط بهارات 7، أكو ناس تحط بهارات كباب. أنا ما أحبها هاي الصراحة، أحب هاي الطريقة ودائما نسويها كلش تطلع عندي طيبة. هسه هنا حروح أحطها بالمحضرة مالت الطعام. هاي عندي هنا المحضرة مالت الطعام. حبلش كلها أحطها وأثرمه وبعدين أرجع لكم. كلها حبلش أحطها هنا وأثرمه وأرجع أشوفكم الطريقة مالته شلون صارت. هذا بنات الكباب بعد ما ثرمته وزعته بالصياني. هذا باكيت الصدر، صار عندي صينيتين ذني الصغار. هسه راح احطه بالفرن، بس شويه يبدي يشد نفسه اجيب السكينه واقصصه على شكل شلون، يعني على شكل الشاشه مال الكباب، بس شويه يبدي يشد نفسه اقصه، اجيب السكينه واقصصه. وهيجي عشانه صار جاهز. وهذا الكباب شوفوا شلون صار. هاي بنات الطريقة اعتمدها، مجربة وكلش طيبة، تطلع لكم نفس مالت المطاعم، بس لو ما شوية الفرن مالتي خربط ولا كلش طيب يطلع. يعني شوفوا كذا شلون. وهنا هم سويت نمنمات طبعا وياها ما ننسى. هاي بتيتة هماتين والخضرة، وهيجي عشان راح يصير جاهز. الحمد لله والشكر. لازم يعني أم البيت تصير مدبرة وما تفوتها هاي الشغلات مال العشاء والغدا وما تحربيها. هسه حكمل العشاء مالتي، والفيديو إن شاء الله مالتي أكمل لكم إياه على باكر الصبح، إن شاء الله باكر انزل لكم. وهنا بعد ما قعدنا الصبح من النوم، عندنا هذا حمص طبعا راح أغسله وهماتين أسلقه وبعدين أسوي منه غدا والباقي أفرزنه، لأن هذا هو تقريبا 1.5 كيلو. هسه راح أبلش أغسله نظيف بعد ما كنت منقعته من البارحة بالليل، وحاطة عليه خاشوقة مال صودا أو بيكربونات الصودا. أغسله نظيف نظيف وبعدين أحط له مي وأحطه على الطباخ. هنا هماتين عندي الغسالة مشغلتها، قاعد أغسل ملابس. طبعا بنات أول ما أقعد من النوم أنا الغسالة رأسا أشغلها، يعني أخلص من وقت، حتى أخاف تطفي الكهرباء فهالشي أنا مخلصة. طبعا بنات بعد ما شغلت الغسالة غسلت الحمص حطيته على النار. هسه راح أتريق أقوم أبلش شغلي، يعني صراحة اليوم حبيت أغير المود وأكل بس جبن وجمر ومربايات، يعني مليت البيض صراحة. أحس شوية الدنيا حارة فصار ما ينهضم البيض شوية، ولا هو يعني
واحد ما يقدر إذا ما بيض، بس صار لي يومين مغيرة المود، ما أقدر آكل البيض. شو أحس من آكله هيجي شلون يظل معدتي ما يتصرف. بعد ما قعدت طبعا من الصبح، أول شي شربت لي جلاس مي عصرت بيه ليمونة وشربته. ورا ساعة هيج تقريبا بعد ما قلت لكم شغلت الغسالة، غسلت الحمص، عندي هم كم شغلة سويتها. هسه أقعد أتريق، مثل ما قلت لكم اليوم حبيت أغير المود، ما أسوي بيض، مربى وأجبان وكيمر وهاي. الحمد لله والشكر. هسه حتريق وأقوم أبلش شغلي. احنا حبايب حنبلش نغسل المواعين مال الصبح، حماتين هن شوي يومي حماتين مو هواية. بنات والله انتو كلش مقصرين ويانا، يعني بالله حبيت احكيكم بهذا الموضوع، يعني اصور واتعب وابد ما تتفاعلون، يعني حتى اللي شو اسمه يعلق لي مره بعد هاي يروح يختفي، ما اعرف شنو السالفه. فبنات اللي ارجو منكم شوفوا الفيديوهات مالتي كلش ضعيف الدعم مالتها، ارجو منكم اللايك والاشتراك. خذوا حبايب، حتى اللي يعني اللي شو اسمه اللي يقدر يعني يشير لي القناة ويسوي لها مشاركة. شوف ما اعرف اغسل بالجفوف، بس شو اسوي من الأكزيما، هاي الأكزيما كلش دمرتني والله، بس شو اسوي يعني لازم اغسل بالجفوف ما اقدر. الزالة كلش يأذي اليد، فما اقدر ابد ما اقدر، فلازم اغسل بالجفوف. لان هن شوي هنا مجموعين اغسلهم. يا بنات فدوى قلبكم دخلوني الالف ما ظل شي. ادري يعني هذا المقطع ما راح يصعد، بس هسه على يصعد. بس دخلوني الالف فدوى قلبكم. يعني حبايب والله جاي اصور مثل ما قلت لكم واتعب وهيك بلا فايده والله. كمل المواعين وارجع لكم. وهنا بعد ما خلصت المواعين والكاونتر مسحته. ما اعرف ليش الكاميرا عندي قايمة تغوش. مسحت الكاونتر، غسلت المواعين، هسه راح اروح اكمل شغلي الباقي. وهنا شرينا الملابس، او ما اسافركم على كمية الحر البرة. يا بفت حارة اليوم ما شاء الله، صحيحة بس حارة. هسه راح اكمل الغدا. هنا بلشت بنات احمس البصل حتى اسوي الحمص. هنا عندي الحمص شوفوا قاعد يسلق. شوية تصوير اظلم لان طفت الكهرباء عفوا، وانحمسنا من الحر. هنا شوفوا بنات بس تشقر البصل حبلش اضيف الحمص. هذا راح نسوي منه للغداء والباقي نفرزه ونضمه، فما راح اكثر يعني اريده بس حق وجبة الغداء. ما راح اكثر
هسه قليلة ماي. هاي كلش كافية للغدا. هذا هسه اطفيه واخليه يبرد واعبيه بعلب واحطه بالفريزر. هسه هذا حضيف له فلفل اسود وكمون، لان اليوم ما عندي لا كركم ولا صبغة اللازينة وخالصة، فاضيف له فلفل اسود و شو اسمه كمون. هنا عندي شوية حمص طلعته بنات، شوفوا هرسته بالخاشوقة. هذا ايش راح اسوي؟ راح احطه ويا الحمص حتى شنو يتخلي التشريب مالت الحمص. هيجي تهرسونه بالخاشوقة، شوية حمص تطلعونه من السلق حسب خاشوقتين تهرسونه وتحطونه. هسه راح احطه وارجع لكم. بلشت هنا بنات امسح بالبيت، لان اليوم شفتوني سويت الغدا بداية، لان زوجي عنده شغل من الظهر ورا، فقال اليوم اول شي بشيلي بيه الغدا لان شو اسمه عندي شغل. فاول شي شفتوني بلشت بيه الغدا، فهسه اني شنو بلشت امسح على مود اخلص، لان خلصت الغدا بس بعد عندي زلاطة اسويها ها هي. فقلت اروح امسح البيت قبل لا يعني اصب الغدا. فاني يوميا امسح، هو نظيف بس من التراب، يعني تدرون العجاج والهاي اليوم ايش بيها تسحق. فتدرون العجاج والهذا يعني كلش متعبة اذا تخلينه، يعني تخلينه ويصير هواي التراب يصير مزعج صراحة بالتنظيف، فواحد يمسح يوم بيوم احسن. شوفوا هنا طلعت من الغرفة يمسح الممر، فصار التصوير واضح. سكمل وارجع لكم. وطبعا هنا بنات هزمت بالغرفة الأخيرة من الحر، لأن الغرفة الأخيرة عندنا السبلة تشتغل بيها فباردة، وعفت المطبخ وجبت أغراض الزلاطة وجيت هنا، لأن صراحة كلش حارة. قطعوا الكهرباء وبعد المولد ما حول، فكلش حارة. انهزمت بالغرفة الأخيرة، لأن صراحة المطبخ صار لا يطاق من الحر. هنا حبلش أسوي الزلاطة وأرجع لكم. هنا بنات خلصت الزلاطة، واكو وحدة من المتابعات سألتني قال انت ليش تخلين تفاح بالزلاطة؟ فاحب اقول لك حبيبتي انه جهالي ما ياكلون التفاح، فمجبورة اخلي لهم اياه بالزلاطة. يعني سويت لهم اياه مربى ما اكلوا ما حبوه، حطيت لهم اياه بالجلي هم ما حبوه، يعني سويت لهم الجلي بالفواكه وحطيت اياه تفاح فما حبوه، يعني ظل بالثلاجة ودبيته صراحة. فهاي الطريقة الوحيدة اللي ياكلون بيها التفاح، يعني احطه بالزلاطة وتدللين على راسي. وبنات اذا وصلت لهنا من الفيديو لا تنسوني باللايك، فدوا اروح لكم. هذا كان غدانا وهذا كان فيديونا لليوم. اذا عجبكم المقطع ووصلتوا لهنا لا تنسونا باللايك والاشتراك. اترككم بامان الله وحفظه، مع السلامة.